السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نستعد، هنعمل صينية سمك النهاردة تستاهل بقكم. يلا بينا بقى يا جماعة، نسمي بسم الله، نقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. انا مستخدمة في الصينية بتاعتنا النهاردة هنعمل لها خلطة بالثوم والملح والكمون والشبت. الشبت هيديكي صينية سمك بالزيت والليمون تحفة، حاجة كده روعة ما شاء الله. انا مستخدمة سمك بوري، ده اسمه فوارغ، ده بوري بورسعيد البلدي الاصلي ما شاء الله عليه يعني. ومستخدمة كمان هيبقى معانا السمك البوري فلفل رومي متقطع حلقات، لقيت بطاطستين عندي كده رحت مقطعهم حلقات، قلت برضو نحطهم جنب تحت السمك بيدي طعم حلو قوي. شرايح ليمون وكمان فصوص توم، على قد ما تكتري من فصوص التوم على قد ما الخلطه هتبقى رائعه ما شاء الله. وربطتين شبت اللي هناك دول وشويه زيت، وعندي كمان شويه شطه، عصير ليمون وملح وكمون، وهي دي المقادير بتاعتنا. يلا بينا بقى نعمل احلى صينية سمك مع بعض. يلا بينا بسم الله. اول حاجة نعملها نعمل الخلطة المتينة جدا جدا بالشبت اللي هيدي طعم في منتهى الجمال للسمك بتاعنا والصينية كلها. وفي الخلطة بتاعتنا هستخدم كبة بيور من شركة تونال اللي انا وريتها لكم قبل كده، وقلت لكم انا سميتها الكبة الشقية ام الثلاث اسلحة الذكية. النهاردة هستخدم فيها الخلطة، وزي ما قلت لكم والله من يوم ما استعملتها وهي فعلا ايدي اليمين في المطبخ بعمل فيها كل حاجة. تعالوا بقى نعمل الخلطة بتاعتنا بسم الله. اول حاجة هحطها التوم، وزي ما اتفقنا هنزود التوم شوية عشان ده للصينية كلها، وكمان في مفاجأة هوريها لكم بعد كده. هحط التوم مفاجأة يعني ايه من الخلطة، هناخد من الخلطة وهنعمل حاجة حلوة قوي جنب الصينية. وهحط الشبت زي ما قلت لكم ربطتين شبت كده ماشي. وهنحط ايه تاني؟ هنحط ملح، وهنزود بقى الملح شوية علشان ده اللي هيظبط لي ايه الصينية كلها. ادي ملح. وحبيب السمك الكمون، زودي كمون على قد ما تقدري مع السمك ولا يهمك. شوية شطة بالشكل ده، وكمان يدوبك بس نص قرن كده حامي. وهناخد كده ايه قرن متقطع بارد رومي، وبعدين عصير ليمون، وهنزود عصير الليمون على قد ما نقدر. بصوا حطي عصير ليمون كتير جدا، يعني دول حوالي 4 ليمونات، بس 4 ليمونات ما شاء الله كبار، يعني الليمون الاصفر اللي مليان ميه. وبعدين اخر حاجه هتكون معانا الزيت، هنزود كده شويه زيت حلوين. ويلا بينا نضرب بقى الخلطه الحلوه دي بكبه بيور زي ما قلت لكم من تونال. خلاص كده ضربنا الخلطة كلها، ريحتها أول ما تفتحي الغطا كده ريحتها هتطلع جميلة. بصوا يا جماعة شوفوا شكلها، شكل الخلطة عامل ازاي ما شاء الله. ريحة الشبت مع التوم بتدي طعم في منتهى الجمال. كده الخلطة بتاعتنا الله أكبر خلصت. تعالوا بقى نفتح السمك علشان يشرب الخلطة الجميلة دي. تعالوا دلوقتي بقى بسم الله نفتح السمك بطريقة معينة علشان يشرب التتبيلة كلها. الحتة التخينة اللي هي عند البطن دي هاخد من الحتة دي على تحت كده، شايفين ازاي اهو، من البطن على تحت كده كله بالعرض الاول ماشي. وبعد كده هروح جايه، بصوا شكلها بالعرض عامل ازاي، هروح جايه بقى عامله ايه، واخده خط كده بالطول اهو ببطن السكينه، مش هوصل كمان للسكينه من للسمكه من تحت خالص، يعني يا دوبك كده في القشره كده الخارجيه. ده الشكل اللي هعمل بيه ال3 سمكات. دلوقتي بقى هنجيب طبق كبير كده ونتبل فيه السمك الاول بسم الله. بصوا يا جماعه ادي ال3 سمكات بتوعنا بالفتحات دي كده، وادي الخلطه اللي عملناها في كبه بيور اللي هي بالشبت والثوم والليمون والزيت بالشكل ده. اول حاجه هعملها هحط على السمك نفسه كده بصوا، وهندعكه كله في بعضه اهو. وبعد كده هاخد شويه
جوه قلب السمكيه. كل ده لسه هيدعك دلوقتي، اصبروا بس شويه. بس ده مش في الصينيه، يعني انا مش هعمل الحركه دي في الصينيه اللي هسوي فيها. بعمل الاول كده السمك بره لوحده في طبق بالشكل ده. في الاخر هسيب شويه كده هنعمل بيهم الطحينه اللي هتتقدم جنب السمك، وده اللي قلت لكم في الاخر هنعمل بيها حاجه حلوه قوي. طحينه بالخلطه دي تحفه. نجيب بقى الصينيه اللي هنرص فيها السمك الحلو بتاعنا. ادي قرنين 3 كده فلفل رومي، دي واحده كانت هربانه مننا، وادي البطاطستين اللي قلت لكم عليهم بالشكل ده. وكمان هنحط كام شريحه ليمون كده، والباقي هيبقى على الوش. دول كده من تحت، ماشي. هقلبهم كده في قلب بعض، بس مش عايزين اكتر من كده. هنفردهم كده، دول بس اللي هيسندوا السمك، وبعدين هتنزل عليهم بقى ايه السوائل بتاعت السمك الحلوه بالتتبيله، فهتدي طعمه في منتهى الجمال. بصوا بقى المنظر اهو. وادي شرايح الليمون، مش هنكتر شرايح الليمون، يعني ايه انا حاطه إيه كام شريحه، 1 2 3، حلوه قوي. وبعد كده هناخد السمك من الطبق اللي تبلناه فيه، عشان كده قلت لك هنتبله في طبق لوحده علشان نعرف نرص الصينيه الحلوه دي كده بالشكل ده. شايفين المنظر؟ وبعدين بقيت الخلطه هحطها كده في كل حته بالشكل ده. عايزه اقول لكم الشبت قايم بالواجب وزياده. شوفوا بقى الجمال، من غير سوائل يا جماعه ولا اي حاجه. انا هغطيها دلوقتي، فالسوائل اللي هتنزل من السمك يا دوبك يا دوبك هتسوي لي البطاطس وهتسوي لي الفلفل. قرنين فلفل حامي كده بحطهم بين السمك وبعضه. طيب فين بقيت شرايح الليمون؟ شرايح الليمون الباقيه هنحطها كده هنا بالشكل ده. وكام شريحه بقى في الراس نفسها يا جماعه، بتدي طعم وريحه حلوه للسمكيه نفسها جوه الراس كده اهو. جربوا الحركه دي وهتدعوا لي. بس يا ستي اخر حاجه هتكون معانا شويه زيت كده على الوش عشان يدوا تحميصه كده حلوه قوي وتحميره حلوه قوي للسمك في الفرن. لازم يتغطى في الاول، اول 10 دقايق هنسيبه يتغطى، وبعد كده هنكشف الغطا ونسيبه يتحمر على الفرن على طول على اعلى درجه حراره. والف هنا وشفا. على بقى اما الصينيه تستوي في الفرن، تعالوا نعمل شويه طحينه بنفس خلطه الشبت اللي عملناها للسمك. حكايه. اول حاجه حطيت كده شويه طحينه، بحط عليهم بسم الله شويه ميه الاول من الحنفيه. انا ما بعملش الطحينه بميه سخنه عشان بتعمل قشره بعد ما بتبرد. بفضل كده احط الميه شويه بشويه على الطحينه لغايه ما اوصل الاول للقوام اللي احنا عايزينه. عايزاها تقيله، عايزاها خفيفه، ده بقى في ايه، في ايديكي دلوقتي اهو. كده القوام ده حلو قوي، بس بصوا زي الفل كده. دي اول حاجه عملتها، خفتها بميه عاديه. بعد ما خفيناها كده يا جماعه وصلتها للقوام اللي انا عايزاه، قوام المحترم شويه بقى كده، اللي هو ولا تقيل ولا خفيف. هجيب المعلقتين او المعلقه اللي انا فوضتها في الكبه من خلطه الشبت والثوم بالشكل ده اهو كده، ماشي. وبعد كده هروح مديه تقليبه حلوه، وهزود شويه خل. يعني الكميه اللي انا عاملاها دي هتاخد حوالي معلقه كبيره خل. بصوا اصلا اللون بقى عامل ازاي، ما شاء الله عليها. وبعد كده كمان هنزود شويه زيت، يبقى كل اللي انا زودته خل وزيت، لكن هي فيها الملح بتاعها وفيها كل التتبيله الحلوه. بصوا بقى شكل الطحينه عسل. وده شكل الطحينه بتاعتنا وقوامها بنفس الخلطه اللي عملنا بيها صينيه السمك. طعمها حكايه، احلى طعم طحينه يمشي جدا جدا مع صينيه السمك اللي عملناها مع بعض. بصوا شكلها عامل ازاي ولونها، شوفوا جمالها، والقوام ولا خفيف ولا تقيل كده. دلوقتي بقى احنا مستنيين ايه، القمر بتاعتنا تخرج من الفرن. وهوبا بقى الصينيه طلعت من الفرن مستويه، ريحه الشبت مع الثوم مع الليمون
قلب الدنيا، كانت في الفرن فظيعة. بسم الله. بصوا بصوا اللحمة مستوية خالص ازاي. الله الله الله. شوفوا زبدة يا اخواتي، زبدة. بصوا الجمال والحلاوة، شايفين عاملة ازاي؟ تعالوا بقى نحطها في سلطة الطحينة اللي عملناها بنفس الخلطة. يلا بينا. بسم الله. نفس خلطة الشبت، واديها ألف هنا وشفا لكل حبايبي يا رب. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.